نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم أعلام ومناسبات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وها نحن نحط رحالنا في علم من الأعلام واسم من الأسماء في سورة الفجر، وسنشرع ونأخذ ما هي الأعلام الموجودة في سورة الفجر، ثم نأخذ تطبيقات عملية في حياة نستلهمها من هذه السورة المباركة في حياتنا اليومية. وسنشرع بداية في تلاوة سورة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورة الفجر فيها 3 أسماء وفيها 3 أعلام، وهم قوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، قوم عاد. والقوم الآخرون وهم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. والقوم الآخرون كذلك وفرعون ذي الأوتاد. إن أسعفنا الوقت بإذن الله عز وجل سنتحدث عن هذه بالتفصيل، عن هذه الأعلام. أول علم وهو عاد. التعريف بقوم عاد. ذكر الله سبحانه وتعالى الكثير من القصص القرآنية. أولا سبب تسميتهم بهذه التسمية. من هم قوم عاد؟ هذه القبيلة ينسبون إلى جدهم عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام، كما قال بذلك ابن إسحاق. وقال الطبري: وكان ممن طغى وعتى على الله عز وجل بعد نوح، أي هذا عاد التي تنسب إليه ينسبون إليه هؤلاء القوم، وهم قوم عاد جدهم. فأرسل الله إليهم رسولا فكذبوه وتمادوا في غيه. وقوم عاد اختلف أهل العلم والمفسرون هل هم عاد واحدة أم عادان، فذكر بعضهم أنها عاد واحدة، وقد نسب الألوسي هذا القول إلى الجمهور، أي أعني جمهور المفسرين، لقوله سبحانه وتعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، أي القدماء. وقال آخرون منهم ابن إسحاق الطبري، وقد نقله الطبري عن ابن إسحاق وقال به ابن كثير، أن ذلك يرجع إلى قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، أي هناك عاد أولى وعاد ثانية. والصحيح والعلم عند الله أنها عاد واحدة. طيب أين مكانهم؟ المكان تحدث القرآن عن مكان وجودهم وسكنهم، وقد سميت سورة كاملة بمكان وجودهم، وهي سورة الأحقاف. سورة الأحقاف. فما معنى الأحقاف؟ وأين هي هذه المنطقة التي تسمى بالأحقاف؟ أولا الأحقاف هي ما استطال واعوج من الرمل العظيم ولا يبلغ أن يكون جبلا. هو رمل عظيم مكوم لا يبلغ أن يكون جبلا، يسمى أحقاف. وأما مكان الأحقاف التي هي ديار عاد فقد اختلف المفسرون في ذلك على أقوال، يجمعها ما قاله المفسر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، حيث قال: وكانوا عربا يسكنون الأحقاف، وهي جبال الرمل، وكانت باليمن بين عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر، واسم واديهم مغيث. والعبرة كما قال الطبري: ليست العبرة ولا العظة أن نعرف بالتفصيل أين مكان وجودهم، لكن العبرة بما حل بهم من عذاب الله سبحانه وتعالى واستكبارهم عن رسالات الله ورسله. متى كان زمانهم؟ زمان قوم عاد، زمان عاد متى كان؟ ذكر الله سبحانه وتعالى وقتهم حيث قال سبحانه وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح، أي زمن قوم عاد كان بعد نوح. إذن فهم كانوا من ذرية نوح عليه السلام وبعده في الزمان. قال الطبري في تفسير هذه الآية السابقة: واذكروا ما حل بقوم نوح من العذاب إذ عصوا رسولهم وكفروا بربهم فإنكم إنما جعلكم ربكم خلفاء الأرض من بعدهم لما أهلكهم أبدلكم منهم، فهذا يعني في الأرض أي من بعد
قوم نوح، أي من بعد هلاك قوم نوح. أي الآن نعلم من هذه المعلومة أن عاد كانت بعد نوح عليه السلام، زمنها كان بعد نوح عليه السلام، وهم كانوا من ذرية نوح عليه السلام كما تقدم من ذلك. كلمة عاد في القرآن الكريم كم مرة وردت؟ وردت كلمة عاد في القرآن الكريم 24 مرة، ذكرت في 18 سورة. نبيهم عليه السلام، من هو نبيهم وما هو نسبه وبماذا أرسل؟ نبيهم اسم نبيهم ونسبه، ذكر الله تعالى أن نبي الله هودا، واسمه هودا عليه السلام، أخ لقبيلة عاد. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. إلا أن المفسرين اختلفوا في هذه الأخوة على قولين: هل هي أخوة نسب أو أنه ليس من قبيلة عاد، أم إطلاق الأخوة إطلاق عام، وذلك لحكم بشريته مثلهم. فالذين قالوا بأنها أخوة نسب قالوا أن هودا كان من قبيلة عاد، وممن صرح بذلك ونص عليه الإمام البغوي رحمه الله، فقال: أي وأرسلنا إلى عاد، وهو عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. وأما الذين قالوا أنه ليس من قبيلة عاد وأما إطلاق الأخوة فسروا بإطلاق الأخوة في الآية الكريمة السابقة وذلك لأنه بشر مثلهم، لكون الجميع من ولد آدم عليه السلام، وممن قال بذلك ابن إسحاق والزجاج. وبناء على هذا الخلاف ذكر في نسبه عليه السلام قولان: القول الأول أي نسب هودا عليه السلام، القول الأول أن هود عليه السلام هو هود ابن عبد الله ابن رباح ابن الجارود ابن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام بن نوح عليه السلام، وعلى هذا القول من جعل الأخوة أخوة النسب. والقول الثاني هو هود ابن شالخ ابن أرفشحذ ابن سام بن نوح عليه السلام، وعليه لا قرابة بينه وبين عاد. فأما اسم نبيهم عليه السلام فقد ذكر أهل العلم القولين أنه هود، والقول الآخر اسمه عابر. ولكن المرجح عند المفسرون والذي يظهر قالوا أن اسمه هود كما نصت عليه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه من قبيلة عاد، وأن نسبه هو ما يلتقي فيه مع عاد، وذلك ظاهر الآية السابقة والله أعلم. وكان هود عليه السلام أشبه الناس بأبينا آدم عليه السلام، وقد تحدث القرآن كثيرا عن هود في من تحدث عنه من رسل الله سبحانه وتعالى. ويعتبر هودا عليه السلام من أوسطهم بيتا، أي من قبيلة عاد من أوسطهم بيتا، وأكرمهم حسبا، وأعزهم رهطا أي قوما، وذلك ليمنع من سفاهة قومه حتى يستطيع أن يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. ما كانت رسالة، ما هي فحوى ومحتوى رسالة هود عليه السلام؟ أما رسالة نبينا هود عليه السلام وعلى أنبياء الله سبحانه وتعالى عليهم السلام كانت رسالة مثل أي رسول أرسل. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومجمل رسالة النبي هود عليه السلام ما ورد عن يحيى بن يعلى قال هود لقومه حين أظهروا عبادة الأوثان: يا قوم إني بعثة الله إليكم وزعيمه فيكم فاتقوه بطاعته وأطيعوه بتقواه، فإن المطيع لله يأخذ لنفسه من نفسه بطاعة الله للرضا، وإن العاصي لله يأخذ لنفسه من نفسه بمعصية الله للسخط، وإنكم من أهل الأرض والأرض تحتاج إلى السماء والسماء تستغني بما فيها، فأطيعوه تستطيبوا حياتكم وتأمنوا ما بعدها. ولهذا بعثه الله سبحانه وتعالى لكي لا يكون حجة على قومه يوم القيامة. وأصول رسالة هود عليه السلام
الأصل الأول هو الدعوة إلى الله تعالى، إلى التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام. لم يبعث الله رسولا إلا دعا قومه إلى عبادة الله. قال ربنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي آية أخرى يبين الله سبحانه وتعالى على لسان قوم عاد ما أمرهم به رسوله، حيث قالوا أجئتنا لنعبد الله ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فتضمنت هذه الآية أمرين: الأول الأمر بعبادة الله وحده، والأمر الثاني ترك عبادة ما كان يعبدونه من الأصنام. مجمل رسالة هود عليه السلام هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني ترك ما كان يعبدون من الأصنام والشرك. والأصل الثالث الذي دعاهم إليه وهو الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث. قال ربنا سبحانه وتعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. قال ربنا سبحانه: ومن ذلك ما نستلهم في خطاب هود عليه السلام. أسلوب هود عليه السلام مع قومه. أول أسلوب من أساليب نبي الله هود أولها تخويفهم بعذاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله تعالى في آيتين: الأولى قوله سبحانه وتعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقد بين لهم هود عليه السلام بأن عذاب الله عظيم. والثانية قوله سبحانه وتعالى على لسان هود: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الأسلوب الثاني الذي كان يتخذه هود عليه السلام في دعوته لقومه تذكير نعم الله عليهم، تذكيره بنعم الله عليهم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والتذكير أخذ منه حيزا، ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى على لسانه نبينا هود. قال ربنا سبحانه وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله أي نعم الله لعلكم تفلحون. قال ابن كثير: أي اذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية نوح عليه السلام، نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه. وزادكم في الخلق بسطة أي زاد طولكم على الناس، بسطة أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم. وقال أبو السعود: فاذكروا آلاء الله التي أنعم بها عليكم من فنون النعماء التي هذه من جملتها. زادهم في أجسادهم وجعلهم بسطة وجعلهم أكثر طولا من غيرهم، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا ذكرهم في سورة أخرى:
واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وقال في سورة أخرى في آية أخرى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. الأسلوب الآخر الذي نهجه نبينا هود عليه السلام هو استعطافهم بالأنا، استعطافهم بإلانة القول لهم، كان لينا معهم. وهذا نهج الأنبياء ونهج الرسل ونهج المصلحين. قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهود عليه السلام ناداهم بيا قوم ليبين لهم أنهم هم أولى من يحرص على نجاتهم ونجاته هو وقومه وأقاربه، ثم يستعطفهم أفلا تتقون، مستخدما أداة العرض. وفي هذا من لطف الخطاب والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا يخفى. قال ابن عطية في ذلك أي استعطاف إلى التقى والإيمان. قال يا قوم، كلمة يا قوم إنما أنا معكم وأنا حريص عليكم وأنا مشفق عليكم. كذلك من أسلوب دعوة نبينا هود عليه السلام الشدة في الخطاب لهم. قال ربنا سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. فجملة إن أنتم إلا مفترون توبيخ وإنكار، أي ما أنتم عليه إلا كاذبون في ادعاء إلهية غير الله تعالى. قال الطبري رحمه الله أي ما أنتم في إشراككم معه الآلهة والأوثان إلا أهل فرية مكذبون، يشركون مع الله سبحانه وتعالى وهو من الكذب والافتراء. وبينت آية أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولا تتولوا مجرمين، يخاطبهم نبيهم ولا تتولوا مجرمين، أي لا تكونوا مجرمين. فحاصل دعوة نبينا هود عليه السلام كانت الجمع بين الترغيب والترهيب والشدة واللين، إذ لكل مقام مقال، ولكن لم ينفع معهم ذلك. قال ابن كثير فدعاهم إلى الله تعالى بالترغيب والترهيب فما نفع فيهم. ويحسن بنا بعد ذلك أن نقول كون هود عليه السلام من قبيلة عاد وأخ لهم نسبا، فهذا أدعى لأن تعرف صفاته وأخلاقه التي تبعث على تصديق قومه له. وكذلك أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان بالرسل والبعث والنشور، وهذه الأصول هي أصول الإيمان. كذلك من الله تعالى على رسوله هود عليه السلام بصفات كانت دليل صدق على دعواه النبوة، من أهمها كانت كونه ناصحا أمينا. الأنبياء أرأف الناس بالخلق، مشفقون حريصون، يعز عليهم ألا تؤمن الناس. كذلك من كان مستغفرا عما سلف من ذنوبه عازما على عدم العودة لارتكاب المعصية في مستقبل الأيام، يسر الله له رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. الصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان
أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات، والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طول بهموم. خلينا وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم الله سبحانه وتعالى التي كانت على قوم عاد على قوم عاد وموقفهم منها. سبق أن ذكرنا أن نبي الله هود عليه السلام دعا قومه وذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى. ومن تلك النعم أول نعم الله على عاد، فلقد عدد الله تعالى في كتاب نعمه عليهم وبينها كما يلي. نعم الله سبحانه وتعالى التي عدها الله سبحانه وتعالى على قوم عاد في كتاب العزيز كما يلي. أولا نعمة القوة، من النعم نعمة القوة، وذكرهم الله سبحانه وتعالى بها على لسان هود عليه السلام إذ قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. وللمفسرين في بيان هذه القوة التي كان يمتلكها قوم عاد على أقوال، منها أن القوة المقصود بها أنه الولد وولد الولد كما رواه صالح عن ابن عباس، أي الذرية. والقوة الثانية يزدكم شدة إلى شدتكم، أي صفة الشدة التي كانت والحدة التي كانت في طبعهم يزيدها زيادة. والقول الثالث خصبا إلى خصبكم، قاله الضحاك، ولا مانع من أن يكون المراد كل ذلك. وجاء ذكرها أيضا في سورة فصلت عند قوله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. من نعم الله سبحانه وتعالى على قوم عاد كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الخلافة في الأرض. قال الله تعالى على لسان نبيه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فهذه الخلافة نعمة أنعمها الله تعالى على قوم عاد، كما قال ابن كثير رحمه الله: واذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية نوح التي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه. كذلك من النعم التي أنعم الله بها على قوم عاد بسطة الخلق. قال تعالى: وزادكم في الخلق بسطة. وقد ذكر المفسرون أن المراد بالبسطة إما القوة أو بسطة البدن إما القوة أو بسطة البدن وطول الجسم. والصحيح
أن المراد بالبسطة طول الجسم كما قال ابن كثير، أي زاد طولكم على الناس بسطة، أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم. كذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على قوم عاد الأنعام والبنين. قال ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. وقدم الأنعام على البنين للطيفة ذكرها ابن عاشور رحمه الله. قال: وابتدأ في تعداد النعم بذكر الأنعام لأنها أجل نعمة على أهل ذلك البلد، لأن منها أقواتهم ولباسهم وعليها أسفارهم، وكانوا أهل نجعة فهي سبب بقائهم. وعطف عليها البنين لأنها نعمة عظيمة بأنها أنسهم وعونهم على أسباب الحياة وبقاء ذكرهم بعدهم وكثرة أمتهم. الأنعام المقصود بها المواشي، والبنين المقصود بها الذرية والولد. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم من الأنعام ما لا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك رزقهم من البنين ما لا يحصيهم إلا هو سبحانه وتعالى لكي يبقى أثرهم. كذلك من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها عليهم الجنات والعيون. قال تعالى: وجنات وعيون، وذلك في معرض حديثه عن قوم عاد. كذلك من نعم الله سبحانه وتعالى أنهم تميزوا بإرم ذات العماد، كما وصفهم الله بذلك في قوله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. والمعنى ذكر الله سبحانه وتعالى على سبيل الاستشهاد ما أنزله من عذاب مهين بالأقوام المكذبين. قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، والرؤية هنا علمية تشبيها للمعنى اليقيني بالرؤية في الوضوح والانكشاف. والمراد وقوله إرم لأنه جدهم الأدنى، وقوله ذات العماد صفة لعاد، والمقصود بهذه القبيلة أنها قبيلة عاد التي أرسل الله تعالى إليهم هودا عليه السلام. هذه من النعم التي أنعم الله بها عليهم. طيب، ما كان موقفهم من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى التي أنعم الله بها عليهم؟ نصحهم نبيهم بتذكير نعم الله سبحانه وتعالى وشكره عليها، والخوف من عقابه إن كفروا بها وأنكروها، ويتكبرون ويستكبرون فيها بغير حساب ويبطشون في الأرض. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا بطشتم، وهذا هود عليه السلام يصفهم: وإذا بطشتم جبارين، أي إذا بطشتم بصوت أو سيف أو أخذتم أحدا العقوبة بطشتم جبارين مسلطين قاسية قلوبكم بلا رأفة ولا رحمة. ما كان عاقبة هؤلاء القوم؟ الله سبحانه وتعالى يجازي المؤمنين على إيمانهم ويكافئهم على صبرهم وقدرته، ولكن الله سبحانه وتعالى كان أهلكهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا عبرة أعزائي المشاهدين لمن بعدهم. فربنا سبحانه وتعالى حذرهم وأرسل إليهم رسولا ورغبهم وتارة بالترهيب وتارة بالترغيب وتارة بالشدة وتارة باللين، إلا أنهم استكبروا، فكان ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بالمرصاد. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وقال ربنا: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. والله سبحانه وتعالى صب على الأقوام صوت عذاب، وإن ربك لبالمرصاد. ما كان عاقبة قوم عاد كما ذكرها القرآن، أبرزها كانت في سورة الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، أي السحاب، بل هو ما استعجلتم به. رد نبيهم قال: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. عاقبهم الله بالريح، تدمر كل شيء بأمر ربها
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فلما رأوه عارضا أي رأوا سحابا مستقبل أوديتهم أي مستقبل هذه السحاب آتية على أوديتهم فرحوا، قالوا أن هذا سيمطر حرثنا وستزدهر أرضنا، فرحوا. فما كان من نبينا هود عليه السلام إلا قال لهم بل هو ريح فيها بل ما استعجلتم بل هو قال هود عليه السلام بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هذه الريح التي فيها العذاب الأليم أصبحوا هلاكا ولا ترى مساكنهم أي لا يرون منازلهم من شدة هذه الريح، فعذبهم الله سبحانه وتعالى فجعلت الريح تحمل الفسطاط وتحمل الضعين حتى ترى كأنها جرادة. أصبحت هذه الريح تأخذ كل شيء، تطير بهم الريح بين السماء والأرض، أخذت كل شيء بمواشيهم. أهلكم الله سبحانه وتعالى حتى هذه الريح قلعت أبوابهم وصرعتهم، وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال وكانوا تحت الرمل 7 ليالي و8 أيام لهم أنين. هذه الريح المحملة أخذتهم وانتشلتهم من هذه الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، وأخذت كل شيء ثم رمتهم فأصبحوا كالرمل، وكانوا تحت الرمل 7 ليالي و8 أيام لهم أنين. ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فأخذتهم ورمتهم في البحر. وتفصيل كيفية عذابهم أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الرياح، ووصف الله عز وجل هذه الرياح في كتابه بصفتين: صفة الرياح التي أمر الله بها هلاك قوم عاد هلاك قوم هود أنها ريح صرصر، ومرة وصفها الله بأنها ريح عقيم. وبين مدة مكوث هذه الرياح على قوم عاد عقوبة لهم، وبين ذلك على النحو الآتي: قال ربنا سبحانه وتعالى أي صفة عذابه لقوم هود وعاد، قال ربنا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. هذه الريح نسأل الله السلامة والعافية، والتي أهلك الله بها هؤلاء القوم الذين لم يؤمنوا برسالات الله سبحانه وتعالى، وكانوا سفها مع نبي الله هود عليه السلام، فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا عاقبهم ليكونوا عبرة وعظة للأمم اللاحقة ولنا أعزاء المشاهدين. حين الإنسان يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى ويكفر برسالات الله سبحانه وتعالى يعاقب. وقوم عاد اقترن ذكرهم بفرعون في القرآن، لأن بينهم علاقة سببت هذا الاقتران. ودائما نسمع في كتاب الله عز وجل ونقرأ: كذبت قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد. وفي آية أخرى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. وهنا كذلك في هذه السورة المباركة سورة الفجر قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. والذي يظهر والعلم عند الله أن سبب الاقتران يرجع إلى التشابه بين فرعون وقومه مع عاد إلى أمور. أوجه الشبه بينهم: الأمر الأول الملك والعزة والسلطان، فعند تأمل المواضع الثلاثة التي ذكرناها في الآيات السابقة نجد أن
الموضع الثاني في سورة قاف ذكر كل من عاد وفرعون، ذكر قوم عاد وفرعون، أن الملك أنهم كلهم يدعون الشدة، وأنهم يملكون القوة والمنعة من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. كذلك من الأمور النعمة التي أنعم الله بها عليهم، أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عاد كما أنعم على فرعون. كذلك من الأمور مفاجأة العذاب لكل من عاد وفرعون. قال ابن عاشور: كان العذاب الذي أصاب هؤلاء عذابا مفاجئا قاضيا، فأما عاد فرأوا عارض الريح فحسبوه عارض مطر، فما لبثوا حتى أطارتهم الريح كل مطير. وأما فرعون فحسب أن البحر منحسر فما راعهم وقد أحاط بهم غرقوا. وأخيرا، ما هي العبر والدروس من قصة عاد؟ أولا، الجزاء من جنس العمل. فلما استخدم عاد قوتهم في البطش بالناس كانوا يبطشون بالناس. قال ربنا عنهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هود عليه السلام كان ينصحهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. كانوا إذا أخذوا على أحد يظلمونه ويبطشونه ولا في قلوبهم رأفة ورحمة. فأولا من الدروس والعبر الجزاء من جنس العمل. فلما استخدم عاد قوتهم في البطش بالناس بطش الله بهم سبحانه وتعالى الذي هو أشد منهم قوة. كذلك من الدروس والتطبيقات والعبر والدروس من قصة عاد كفر النعمة سبب لزوالها، فلما كفروا بالنعم نزعت منهم بهلاكهم. تنزع الناس، الله قال عنهم في الريح: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، لأنهم الله أنعم عليهم بأنعام وبنين وجنات وعيون وذرية وبسطة في الخلق، وكل ذلك وهم يقولون: من أشد منا قوة. فالبطر على كفر النعمة سبب لزوالها عاجلا غير آجلا. هذا ما كان سببه هو كفر النعمة. والله سبحانه وتعالى أعزائي المشاهدين يحب الشكر، ويحب العبد الشكور، ويحب عباده الشكورين سبحانه وتعالى. يحب الشكر، وهو أهل أن يشكر سبحانه وتعالى وأن يحمد، فهو خلقنا من عدم، وسبحانه وتعالى حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، كل ذلك على خلقه سبحانه وتعالى. رحيم، رحمن الدنيا ورحيمهما سبحانه وتعالى. فحري بالإنسان أن يشكر نعم الله عز وجل، والشكر يكون ابتداء بالقلب، بالاعتقاد بأن هذا المنعم وهو الله سبحانه وتعالى أحق أن يشكر. والأمر الآخر أن يشكر باللسان، أن يكثر الإنسان وأن يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى على شكره. الحمد لله والشكر لله على كل شيء. يحمده على الرخاء وعلى الشدة واللأواء، ويحمده على العسر، ويحمده على اليسر. أمر عجبا لأمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. هذا أمره، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كما قال نبينا عليه السلام. الشكر أعزائي المشاهدين من أجل العبادات. كذلك الإنسان يشكر بالجوارح، وأعني بالجوارح ما يملكه الإنسان من أعضاء. يشكر من شكر الله سبحانه وتعالى على لسانك أن تلهج بذكره، من شكر الله سبحانه وتعالى على عينك ألا ترى فيها إلا طاعة، من شكر الله على رجليك ألا تمشي إلا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى،
من شكر الله على بطنك بأن لا يدخل فيها إلا الحلال ولا يدخل فيها حرام. والشكر كثير، ومن العبادات التي الإنسان يفعلها ويدين بها لله سبحانه وتعالى هي صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الضحى، فإن للإنسان 360 مفصلا، والله سبحانه وتعالى يحيط بالعبد من نعم الله سبحانه وتعالى ومن نعمه، فحري الإنسان أن يصلي صلاة الضحى وهي شكر وامتنان لله سبحانه وتعالى. والشكر قليل من يقوم به، والله سبحانه وتعالى اختص بهذا القليل، قال ربنا: وقليل من عبادي الشكور. والأنبياء كانوا أكثر الناس شكرا لله سبحانه وتعالى، يشكرونه على ما هم فيه من النعم التي لا يحيط أمدها ولا يحصر عدها إلا هو سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من أكثر التذمر والتشكي ومن أكثر عدم الحمد وعدم الشكر يوشك أن تنزع منه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فإن نزعت. وكثير أعزائي المشاهدين من المرضى، نسأل الله السلامة والعافية لهم والمرضى المسلمين، كثير يقول: والله شعرت بقيمة لساني لما مرضت، شعرت بقيمة عيني لما عميت، شعرت بقيمة جسدي لما فعل كذا بي كذا وكذا من الطب، شعرت بقيمة المشي إلى المسجد لما أصابني الشلل، شعرت. الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا إذا فقدها، فحري الإنسان أن يسعى جاهدا وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على أن يحافظ على هذه النعم التي أنعم الله بها علينا. كذلك لزوم الاستغفار والتوبة مجلبة للرزق وصحة الأبدان وتيسير الأمور. وأخيرا كذلك من توكل على الله واعتمد عليه حماه من كيد الكائدين. اللهم اجعلنا من القليل الشكور، اجعلنا من عبادك الشكور. اللهم اجعلنا ممن يحمدونك آناء الليل وأطراف النهار. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى نهاية وخاتمة حلقتنا المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء آخر، أدعكم في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى.